اجي نوريكم شنو تيصلح في هذا البرد. هذه واحد الوصفه، واحد الحسوه تجي جديده بزاف. كان بابا الله يرحمه اون فوا تيدخل البرد وهكا شي حد فينا تيضربوا البرد تمدا ونسعلو تينوض تيصاوبها لينا، راه تتكمد الصدر وتتخرج البرد اللي فيك وتتسخن لينا هكا عظيماتنا. وفوق من هادشي كامل انها بنينه. انا من هاد الفيديو ما بغيت حتى حاجه، بغيت الرحمه ديال الوالدين. ادعيوا ليه بالرحمه في لي كومونتير، هذا الشيء اللي بغيت. وخليكم معايا في الوصفه من الاول حتى الاخر. اول حاجه غادي ناخذ واحد الحبه ديال البصل. انتم شوفوا الكميه اللي ندير انا ديال البلبوله والبصله اللي درت راه بارابور معها، راه بصله كبيره. غادي نقسمها على 4 وغادي نديرها في الهاشوار هكا باش تطحن ليا مزيان. بغيتو تحكوها حكوها لكم واسع النظر. غادي ناخذ الثومه، غادي ناخذ تقريبا هنا عندي واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم اللي هما كبار. غادي نقيهم وغادي نضيفهم حتى هما في الهاشوار باش غادي نطحن كل شيء. غادي نجيب هذا وغادي نطحن بالمساعده ديال سلطان. غنطحن البصله والثومه ديالي. من بعد ما تطحنات ليا كما تشوفوا غادي نجيب واحد الطاوه. المهم انا درتها في كوكوط، نتوما ديروها في طاوه لانه ما نغطيوش عليها. غادي نهبط هذيك البصيله ديالي كامله والثومه وغادي نضيف عليها تقريبا واحد 3 د المعالق ديال زيت الزيتون. غادي ندي كل شيء، غادي نبدا نشحر ديك البصيله ديالي والثومه على نار اللي هي مهيله. شحال واحد يقول لي زيت زيتون ما نشحروش فيها، فانا دايره عافيه اللي هي مهيله ما غتحرقش ليا الزيت. وغادي ندوز باش نغسل البلبوله ديالي. خديت البلبوله ديال الشعير زلافه وغادي نبدا نغسلها. انا هنايا البنات راه خدات ليا 4 ديال المرات وانا تنغسل فيها. شوفوا في الاول الماء كيتهبط ابيض، من بعد غيولي الماء تيهبط لنا عادي. فهذه هي الغسله الاخرانيه. انا ما صورت لكمش المراحل كاملين باش ما نطولش عليكم الفيديو. 4 المرات غسلتها وهنا راني تنحاول انني نستقطرها وتنشفها. وغادي ندوز للكوكوط ديالي. غادي نشوف ديك البصيله من بعد ما تشحرات ليا وهبطات غادي نضيف عليها هذيك البلبوله هكا مباشره. فوق منها غادي نهبطها كامله وغادي نجيب الماء باش غادي طيب فيه هاد البلبوله ديالي. الماء تنأكد عليكم البنات غادي ناخذوا ماء اللي هو من الروبيني عادي، ما يكونش سخون، لانه لا ضفنا الماء سخون على البلبوله ديالنا فهي تتكور وتتعجل لينا وتتفسد. من الاحسن نضيفوا الماء عادي من الروبيني. غادي نضيف الماء حتى الكميه اللي غطيب ليا فيه تقريبا هذيك البلبوله. فانا هانتوما شفتوا غادي نضيف واحد المعلقه ديال سكينجبير وغادي نضيف مليحه. عندكم القزبوريه بالزيت واحد شويه، فهاتي باش تنسموها. وغادي نضيف انا الكمون حبوب تعطيها واحد المذاق خطير. فمن الاول تنضيفوه باش تيطيب معاها وتيطيب لنا متى نجيو ناكلو تيكون طايب. صافي غادي نحرك كلشي مع بعضياته وغادي ندير الغطايه. ما غاديش نسد عليها. نتوما شوفوا خليتها انا منفسه واحد شويه باش تطيب على خاطرها وما تفيضش لينا. والعافيه تتكون مهيله باش تخليوها تطيب على خاطرها وما تتفيضش. من بعد ما طابت عليا البوله كما تشوفوا هنايا طابت، فانا غنسمها بالزعتر. غناخذ واحد معلقه صغيره ديال الزعتر اللي انا منقياه وطحناه على يديا في الدار. ديرها في هذيك القريعه غنخليها واحد 3 دقائق يغلى فيها هذاك الزعتر وغادي نطفي. وهنا البلبوله ديالي فهي صبحات جاهزه. راه تجي زوينه، تقدروا تقدموها في الليل تشربوها وديروا معها واحد البريوات ولا السيجار ديال الفرماج ولا اللي بغيتو. انا ما نخافش عليكم تبارك الله كلكم حادقات. هنايا ها هي طابت. عرفتي والله اللي تيجي المذاق ديالها زوين. انا عندي وليد صغير اللي هو في عمر ديالو دابا 3 سنين ونص تيشربها وتتعجبو وديما تيسولني عليها ماما ديريها لي ماما ديريها لي. فخليكم مع الوصفه. تنتمنى انكم تطبقوها وانكم تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. وما تحرمونيش من لي كومونتير زوينه ديالكم. انا قلت لكم في هذا الفيديو ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير الرحمه الوالدين فيه. اللي جرب الوصفه وعجباتو رحم لي على بابا الله يرحمه.